السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي واخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى من الله ان تكونوا بخير وصحة وسعادة ويصلح حالنا وحالكم جميعا. هنعمل مع بعض ان شاء الله فراخ محمرة مشوية في الفرن بتتبيلة جميلة خطيرة ومميزة، وهتعجبكم جدا، والطعم حكاية والريحة جميلة جدا. واللي أول مرة يشوف القناة يدخل يشترك ويفعل الجرس وما ينساش اللايك عشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونخش نشوف الطريقة. جبنا بقى فرخة مع بعض كده، وشلت أنا منها الجلد عشان أنا ما بحبش بصراحة أعملها بالجلد. وغسلتها الأول كده غسلة كويسة، وطلعت الحاجات اللي بتبقى بين الوراك والحاجات اللي في جوه في بطنها، وكل الحاجات اللي هي ملهاش لازمة. بعد كده عملت فيها بقى، قطعتها 4 تربع، وكل ربع شقيته شقين علشان تخش فيها التتبيلة وتبقى طعمها حلو وتستوي معاكي بسرعة. بعد كده بقى جبت ليمونتين عصرتهم عليها، وما ترميش القشر، حطي برضو القشر عليها كده في الحاجة اللي انت هتنقعيها فيها. بعد كده حطيت معلقة ملح، ونزلت عليها بمية ساقعة، غطيتيها بقى خالص كده علشان الزفارة اللي فيها تنزل. خلاص بعد كده بقى سبتها ساعة. بعد الساعة بقى لقيتها خلاص كده طلعت كل الزفارة اللي فيها، وكبيت المية وغسلتها برضو تاني غسلتين 3 كده لحد ما بقت بيضة ونضيفة كده معاكي. اهم شيء في الطبخ لما تكوني انت كده حاسه بانك داخله كده بنفس كده والنظافه بتاعت ايدك، هتحب الاكل كده ويطلع من ايدك جميل جدا. جبنا بقى الصينيه اللي احنا هنعملها فيها، حطيت فيها معلقه سمنه كبيره، ولما بتبقى سمنه بلدي بقى خطيره جدا، بتدي طعم حلو قوي وريحه حلوه. حطيت فيها ورقتين لورا، ورقه وعود قرنفل وقرفه خشب وفصين حبهان ومستكه. كنت انا بقى مقطعه البصله جوليان قطع رفيعة علشان تستوي معاكي. شوحتها بقى مع الحاجات دي، ونزلت عليها بمعلقة توم مفروم، كله كده شوحيه مع بعض، بس ما تغمقهاش يعني يا دوبك بس البصلة تدبل شوية. بعد كده بقى جبت الفراخ طبعا بعد ما غسلتها قلت لكم، ورحت حطيتها عليهم على البصل والحبهان والمستكة والحاجات دي، وقلبتها كده تقليب يعني مش تقلبيها على طول على الناحية التانية، لا يعني كده حركيها بس في الصينية، وبعد كده ما تاخد لون من تحت قلبيها على الناحية التانية. نزلت بقى عليها بطماطمية كبيرة متقطعة كده قطع صغيرة، وفلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر. وبعد كده بقى نزلت بمعلقة فلفل أسمر، ربع معلقة جنزبيل بودر، معلقة توم بودر، معلقة 7 بهارات، معلقة بابريكا مدخنة. البابريكا المدخنة دي بتدي ريحة وطعم جميل جدا. بعد كده معلقة ملح ومعلقة سكر. قلبتهم بقى تقليبة كده زي ما انتم شايفين على الناحية التانية، عشان الخضرة دي والحاجات التوابل اللي احنا حطيناها مع بعض تتقلب معاها. بعد كده بقى جبت بشرة جوز الطيب على الوش كده، تدي ريحة جميلة جدا لما بتبقى فريش كده وبتبشريها كده في الحاجة على طول، بتبقى ريحتها جميلة جدا. بعد كده بقى نزلت عليها بمية سخنة عشان اغطيها. لازم يعني المية دي تبقى عالية كده شوية كده، بحيث ان هي لما تغلي هتلاقي المية دي غطتها عشان تاخد السوى الجميل كده معاكي. بعد ما غليت شوية كده رحت بقى غطيتها علشان البخار اللي طالع دوت ما تكتميه كده باي حاجه، يسويها بسرعه وما تاخدش معاكي وقت. سبتها بقى لحد ما شربت الخلطه اللي فيها، بس اهم شيء انك ما تخليهاش تنشف، يعني الخلطه اللي فيها دي مع الميه تسيبي جزء كده في قلب الصينيه عشان لسه هندخلها الفرن. قبل بقى ما ندخلها الفرن كنت انا بقى جايبه معلقه كاتشب كبيره او صلصه، ما عندكيش كاتشب صلصه او عصير طماطم اللي متاح عندك، وربع كوبايه ميه بصل. لما تبشري البصلايه على الناحيه الصغيره الرفيعه خالص، وبعد كده عصريها، خدي الميه بتاعتها بصلايه كبيره، تاخدي ميه البصل، وحطيت عليها معلقه زيت، ظبطيها انت بقى بالملح والفلفل اللي انت متعوده عليه. خلاص على كده عشان تبقى الطعم بتاعها حلو قوي كده، واخده الملح والفلفل والبهارات دي ريحه جميله جدا وطعم حلو قوي. حطيها بقى كلها عليها كده وزعيها. خلاص على كده. بعد كده بقى نكون مولعين الفرن على نار متوسطه، حطيها على الشبكه اللي في النص،
هتديكي بقى ريحة جميلة جدا. وبصوا بقى السواء شربت خلاص السوائل اهيت وهي احمرت وبقت يعني الطعم حكاية والريحة اخر جمال، يعني حاجة من الاخر كده. هتعجبكم جدا ان شاء الله كلكم. وباذن الله كده نعمل بقى جنبها كمان حبة رز بالكاري او حبة مكرونة، وتحطي جنبيها طبق سلطة خضار او سلطة طحينة او حبة مخللات، تفتح النفس والطعم حكاية وجميلة جدا. وأول مرة هتعرفي بإنك انت هتعملي ايه فراخ كده حلوة ونظيفة بين ايدك الحلوة وجميلة جدا، وهتعجبكم كلكم. اللي أول مرة بقى يشوف القناة يخش يفعل الجرس ويشترك عشان يوصل له كل جديد. وما تنسوش اللايكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.